المؤلم أن تأتي جماعة خارجة عن الإطار القانوني والدولي والدستوري وتأتي منقلبة فتنتهك حقوق الإنسان، ومن ضمن هذه الانتهاكات الاعتداء على الأسرى والمختطفين وتعذيبهم. الكثير من الخارج يعانوا من حالات نفسية أو حالات إعاقة جسدية، وذلك يدل على سوء المعاملة التي تلقونها داخل هذه السجون والتعذيب. هذا الاختطاف والإخفاء القسري الذي تمارسه الميليشيات لا يكتفون به في حق المواطن، إنما يرتكبون بحق هذا المواطن بعد أن يمارسون هذا التعسف تعذيبه والنيل من كرامته، يصل في بعض الأحيان التعذيب إلى الموت. العالم بأسره لازم يتكلم، لازم يوقف وقفة جادة مع الشعب اليمني. أسرانا تخرج من السجون الميليشيات بأبشع الأمراض النفسية، تحتاج إلى سنين من العلاج النفسي.